عاد امام عاشور وبشكل رسمي الى تدريبات النادي الاهلي. نزل النهارده امام عاشور لتدريبات النادي الاهلي، ولكن نزل تدريبات خفيفه كده يعني واحده واحده. واكد الدكتور احمد جاب الله طبيب فريق النادي الاهلي ان حاله امام عاشور بقت ممتازه. الحمد لله على سلامتك يا امام، انا بحبه جدا جدا جدا، لاعب كبير وموهوب. ومستر ياس ترب سعيد جدا 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 بعوده امام عاشور، وكان على فكره بيتواصل معاه بشكل دايم، وقال له يا امام انا مستنيك بفارغ الصبر. وهو رجع لك يا مستر ياستور، رجع لك امام عاشور. فمستر ياستور بطاير من الفرحه بعوده امام عاشور، وعلى فكره هو بيحبه كده لله في لله، من القلب للقلب كده بيحبه. فعاد امام عاشور النهارده لتدريبات النادي الاهلي، ولكن امام عاشور خارج السوبر، خارج السوبر علشان بس ما حدش يتعشم على الفاضي. امام عاشور خارج السوبر المصري، ولكن عاد الحمد لله الى التدريبات مع زملائه في النادي الاهلي. مروان عطيه نزل له ستوري على الانستجرام، حمزه علاء نزل له ستوري على الانستجرام، حاجه تفرح. انا شفت صور النهارده وهو بيضحك في التدريبات كده، حاجه فرحتني واسعدتني. وان شاء الله يا امام تنور المباريات وتجيب اهداف حلوه زي ما انت متعود، وتفرحنا بالحركتين بتوعك دول. باذن الله اشوفكم على خير في فيديو جديد.